السلام عليكم. كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي تكون حلوه اللي تتخرج 2 كيلو ديال الحلوه اللي سهله واقتصاديه في نفس الوقت في المكونات ديالها، وعلى قد الجيب، كتوجد بسرعه وكتخرج كميه كثيره، وبالنسبه للمذاق كتجي لذيذه وهشيشه مرمله بحال غريبه البهله. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير فرجه ممتعه، ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج زبده المارغرين من وزن 250 غرام. انا هنا خدمت باللذه وتكون بدرجه حراره المطبخ باش تسهل علينا في الخدمه. غادي نزيد 2 كيسان كبار عنبه من سكر سنيده. بالنسبه لسنيده لازم تكون رقيقه او ممكن طحنوها. زدت معلقه صغيره من بودره الفانيلا، ممكن تعوضوها بكيس سكر الفانيلا. زدت قبصه ملح. بعد غادي ندخل السكر في ديك الزبده مزيان، وغادي نزيد 2 كيسان كبار عنبه من زيت المائده، وغادي نخلط مزيان حتى نحسو باللي الزبده دابت مع السكر وتولي على شكل بوماد. من بعد غادي نضيفو كاس كبير عنبه ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته بقشورو. الا كان عندكم كاوكاو مقشر غادي تدهنوه بشويه ديال الزيت وتدخلوه الفرن يتحمر شويه وطحنوه واستعملوه مع الخليط. من بعد غادي نضيف علبه ديال الحليب المجفف او ما يسمى بنيدو من وزن 60 غرام. بالنسبه لهذا الحليب بودره كيزيد الحلوه لذه وكتجي فتيه. غادي نمزج الخليط ديالي مزيان حتى نحصل على شكل كريمي كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. وفي الاخير غادي نضيف الدقيق ونزيد معاه 2 اكياس من خميره كيميائيه. بالنسبه للطحين كنضيفوه تدريجيا شويه بشويه. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه وما تكونش تاني جاريه. بالنسبه للحلوه هزت لي تقريبا 900 غرام من الدقيق، ما يعادل كيلو ناقص منه كاس عنبه ديال الدقيق، وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفر عندكم ممكن تهز لكم اكثر من كيلو ديال الدقيق. ومن الافضل تستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات باش كيصدقوا معكم الحلويات ديالكم. سخنت الفران قبل ما نشكل الحلوه حيت ضروري خصنا ندخلوها الفران يكون سخون باش ما تسيحش لينا حيت فيها الزبده والخميره. الا كان الفران بارد كتسيح وفي الاخير ما كيجيش الشكل ديالها زوين. من بعد غادي نشكل الكويرات اللي على وزن 15 غرام. ممكن تزيدوا اولا تنقصوا على حسب الاختيار ديالكم. كاين اللي غادي يبغيها تكون صغيره اولا تكون كبيره. كنوضعها في صفيحه الفرن ونكمل الكميه اللي عندي. غادي ندخلها الفرن طيب من الاسفل على نار مهيله، وفي نفس الوقت غادي تطيب لكم حتى من الفوق. غادي ناخذ شكلاط بيض ديال كالا، استعملت نصف كيلو. غادي ندوبو في حمام مريم، ضفت عليه شويه ديال الزيت، جهد معلقه كبيره.
وهذه هي الحلوه من بعد ما خرجتها من الفرن كتبقى واقفه ما كتسيحش كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. نفرج بلاستيك اولا بابي كويسون وكنبدا كندوز الحلوه في الشكلاط وكنستقطرها مزيان ونحطها فوق من البلاستيك ونخليها حتى تجمد. غادي نكمل الكميه اللي عندي وفي الاخير غادي نزينها بخطوط من الشكلاط من الفوق ونديرها في كويخطات اللي يكونوا صغار اما في اللون الابيض او اللون الاسود على حسب الاختيار ديالكم. وهذه هي حلوة اليوم اللي كتجي لذيذه وهشيشه كتستحق التجربه. كنتمنى ان الفيديو الاستحسان ديالكم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم باش يستافدوا ناس اخرين من المشاهده. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.